بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم عبد الرزاق بن العربي، رئيس حزب العدالة والتنمية. اليوم الجمعة 15 جوان 2012. اليوم باش نعقب على بيان الحزب الدستوري الجديد اللي طالب بانقلاب عسكري. هل المناشدة من حزب دستوري مش جديدة، هم عمرهم كاملهم يناشدون بايعوا بورقيبة وخانوه، ناشدوا بن علي إلى آخر لحظة وغدروا به وهم يقولوا غدرنا به، واليوم يطلبوا المناشدة لجيش باش يقوم بانقلاب عسكري. ونساو اللي الجيش بتاعنا هذا شعبي، جيش جماهيري، جيشنا جيش توانسة، جيش ثوار. احنا وقت اللي خرجنا في اول ايامات الثورة من اول يوم لقينا كان الجيش حمانا وحمى مؤسساتنا وحمى دماءنا وحمى حرماتنا وحمانا. ونساو حاجة أخرى، أنه اللي خذل الجيش هم التجمعين، الوشايات نتاعهم، مش بجيش بركة، كل المواطنين. ونذكر أنه كيفاش العسكري أعلى رتب العسكر في زنازين وزارة الداخلية يعذبون ويهانون ويضربون ويشتمون من قبل أعوان الأمن، وشاية من وزارة الداخلية. ونساو كذلك أنه التجمعيين وهم السبب في محاصرة المؤسسة العسكرية وإضعافها وإذلالها. وحتى أني نذكر أن الأيامات الأولى في انطلاق الثورة كان الجيش ما لقاش راحه، مش مهيئ، مش متكون، ما عندوش معدات، مش متحمس، لكن عنده حويجة بركة هي الجرينتا، عنده قلايب، يحب تونس، يحب بلاده. يقول البيان: احنا في اول ثورة اشرنا الى تكوين حكومة تكنوقراط الى غير ذلك. مش صحيح. اول ثورة ما ريناكمش يا تجمعيين، هربتوا من الساحة جبناء، ما نجمتوش توروا وجوهكم. لكن حكومات البيجي قايد السدسي والغنوشي خونت لكم باش ترجعوا باش تكونوا احزاب سياسيه، بالرغم اللي ثم حكم صادر ضدكم بحل التجمع. وما نعرفش انا علاش تباطأ الحكومه دي والترويكا الفاشله، انا ما اصدرتش قانون واضح المعالم يمنعكم يا جبناء من الرجوع بعد ما خرجناكم من الباب تحبوا ترجعوا من الشباك. تباطأ في محاسبتكم وحل ملفاتكم والفساد، حسبي انه ما ثمش تجمعي خذا مرتبه معينه، اللجنه التنسيق ولا اللجنه المركزيه ولا في الديوان السياسي، ما وراشوا الاف قضايا مدنيه وقضايا جنائيه وقضايا اخلاقيه وغيرها وانتم تعرفوها. ما ثماش فيكم واحد نظيف. هذا مش حزب، هذه عصابه رعبت الشعب وابتزت ثرواته وقامت بجرائم ضد الانسانيه، ومكانها الطبيعي هو محكمه الجنايات الدوليه. مش حتى في تونس تتحاكموا وما تحشموش، قولوا اذا منعونا واحد نمشوا للجمعيه الدوليه. وين تمشوا؟ عندكم جمعيه بركه تنجموا تمشوا لها، هي منظمه محكمه الجنايات الدوليه. تمشوا باش يشوفوا ملفاتكم الفاسده. ويزيد البيان هذا يقترح كعضو في الحكومه سي كمال هادي، سي مصطفى كمال هادي وجلين. هل انا باب الصدفه اخترتوها؟ انا ما نحبش نتكلم، انا نقول كلمه واحده، لانه سكت على فسادكم
البنك المركزي أخيرا الجمعة هذه عمل قائمة مضيقة للخبراء المحاسبين باش يراقبوا البنك، وفي حين أنه ثم 700 خبير محاسب. علاش ما وقعش استشارة كل الخبراء المحاسبين واكتفى سي مصطفى النادلي، سي مصطفى كمال النادلي بالتعيين بطريقة مخالفة للقانون، وهو يدعي الشفافية ويدعي الحيادية ويدعي إلى غير ذلك، هو أبعد شيء عنها. والدليل أن التجمعيين طالبين أن يكون هو عضو في الحكومة اللي يحبوا يقترحوها. تقوم بأعمال خطيرة يا تجمعيين، ورانا قاعدين نتابعوا فيكم. انتم وراء الحيل المزيفة، وراء فتنة، وتحبوا تقوموا بحرب بين أبناء البلد الواحد. آخرها في المرسى الجمعة، دخل الواحد البيت المياه فهمتني باللحية، خرج بلاش لحية، ومن بعد تقول لهم السلفيين خربوا السلفيين والإسلاميين إلى غير ذلك. الإسلاميين تو يبنوا في الدولة، ثم حتى إسلامي معني بالفساد، معني بالحرق، معني بالعنف. انتم اخترقتوا هالمجموعات هذيا وسيبتوا السموم تاعكم باش تعمل فوضى. وراي أنشطتكم راي مفضوحة، سواء في الساحل ولا في الشمال الغربي ولا في سليانة ولا في جنوبة ولا في مكثر إلى غير ذلك. رانا نتابعوا فيكم. انتم وراء الحرق، وراء النهب، وراء الناس اللي تعطوا فيها في الفلوس والكرام تهبط إلى مناطق معينة للقيام بأفعال التهريج. كنا نتابعوا فيها ونقول لكم احشموا على رواحكم، راهو عيد، وراهو يجي نهار باش نحاسبوكم. انتم تسوقوا ان تونس في عهد بن علي خير من تونس تو، ومعروف علاش. تحبوا ترجعوا لانكم مبزين، لانكم اليوم ولا غدوه مشكم باش تفلتوا من القانون، من العقاب. لا يمكن لجريمة تكون بلاش عقاب في تونس ما بعد الثورة، وسنحاسبكم. واللي يطلع بريء منكم صح عليه في قضاء حر ومستقل، مش كما انتم في القضاء اللي فهمتني اسلاميين يتحاكم 3 و4 مرات في نفس القضية. اليوم بوقاحة تطلبوا من الجيش باش يقوم بانقلاب عسكري، وتعرفوا انتم اللي شوهتوه الجيش، انتم اللي قسمتوه، انتم اللي حاصرتوه وجوعتوا ابنائه. وانا نطلب بالمناسبه دي من اخ رشيد عمار، لانه حزب العداله والتنميه صديق المؤسسه العسكريه ويعرفوا خيرنا في العسكر، ودفعنا على المؤسسه العسكريه، لان من المهم ان اذا ثم مؤسسه في البلاد هذه وقات نظيفه هي المؤسسه العسكريه. نطالبوا بارجاع كل أبناء المؤسسة العسكرية اللي وقع اعتقالهم، وقع تعذيبهم، وقع طردهم من عمل من قبلها الميليشيات، من قبلها العصابة الفاسدة، عصابة التجمعيين. كذلك طالب النيابة العمومية بفتح تحقيق كيفاش إنسان يدعو إلى انقلاب عسكري، إلى قلب نظام الحكم، إلى بث الفتنة في البلاد، إلا ما نعرفوش شنو النتائج نتاعها. راهي تونس مش مصر، ردوا بالكم يا جماعة. الجيش المصري هو جيش سلطة، جيش مش جيش اللي يحارب الكيان الصهيوني، وبالعكس هو شريك للكيان الصهيوني، وهو جيش معادي لتطلعات الشعب، وهو جيش تسير فيه أمريكا ويسير فيه الكيان الصهيوني. ولا يمكن مقارنة الجيش التونسي بالجيش المصري تاريخيا وواقعيا وهذا حتى مهنيا. جيشنا راهو حرفي، الجيش التونسي يتعامل حسب المعايير الدولية، الجيش التونسي راهو قابل أن يقع مراقبته من قبل البرلمان. وردوا بالكم تغلطوا في
ومن هنا نأكد على النيابة العمومية أن تفتح ملف الحزب الدستوري الجديد اللي دعا لانقلاب عسكري في تونس، وندعو الترويكا والحكومة الفاشلة والحكومة اللي قاعدة تتلكى أن يتسن قانون اليوم قبل الغدوة لوضع حد لتجاوزات التجمعين. راهو يا حكومة نحملوك مسؤولية، علاش حطيت التاريخ في أول الشريط نتاعي، راهو نحملوك مسؤولية، راهو كل يوم يزيد هالناس هذوما يتغيروا والأموال الفاسدة تنفق لإرباك الحكومة وإدخال البلاد في حيط. نحبوا أنه التجمع هذايا عناصر الفاسدة، التجمع مش كل فاسد، يكلموا هما 3 ملايين إذا نلقاو فيهم 1000 فاسد راهو أقصى حد. خونا الفاسد هذوما هبطوا فيهم قانون بالقانون، أعضاء المكتب السياسي، أعضاء الديوان السياسي، أعضاء اللجنة المركزية، كتاب عينين لجان التنسيق، أعضاء لجان الشعب إلى غير ذلك، قوانين موجودة ومعروفة. هذول الناس في عهد بن علي اللي مارسوا الديكتاتورية، اللي مارسوا الوشاية، اللي مارسوا التعذيب، اللي مارسوا القتل، اللي مارسوا الإهانة. أنا نحشم باش نجبد ملفاتهم يا خيانين. هذا إنسان يقاوم بخوه، يقاوم بولد خوه، يقاوم بمرته. ثم شكون مشى قاوم بمرته وقال مرتي راهي إسلامية، مرتي راهي لابسة خمار. ما تخلونيش نزيد ندخل أكثر في الموضوع هذا. ورانا نقول لهم إذا باش تواصلوا هذه راهو ثم مجتمع مدني، ونجموا احنا نعدوا القضية حسب الأطر القانونية إلى محكمة الجناية الدولية، باعتبار أن التجمع عصابة مش حزب قام بجرائم ضد الإنسانية. وأنا بوصفي رئيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس الوحيد من بين الأحزاب الكل ونتحداهم، أنه خرج في أول مسيرة ضد بن علي في تونس العاصمة في ساحة محمد علي يوم 25 ديسمبر 2012 من أجل كنس النظام هذا. أنا معني بإنجاز أهداف الثورة، وأنا من بين المخاطرين في الثورة هذه، وأنا يمكن باش نخلوا هالجبهة هذوما الناس اللي قاعدين ينفقوا في المال الفاسد من أجل تحطيم البلاد. احنا قوم الثورة، قلت لهم احنا كان جينا في سوريا 200 واحد راهم ذبحونا 200 واحد 200 شخص فقط من تونس العاصمة كاملة، احنا 200 شخص. ونتحدى وزارة الداخلية أن تجبد الأرشيف، نتحداها، لأنه ثم أذناب التجمع يشكوا في الوطنيين ويشكوا في برشا، كل شيء عنده محل شك. احنا عندنا محل شك كان التجمعيين، وجيشنا حرفي، وبربي راهو هالدعايات القاعد يخرج فيها التجمع من انه التشكيك كبير ياسر في المؤسسه العسكريه، ونقولوا راهي ضمانه الوحيده للتوازن في تونس هو الجيش الوطني، وراي اي محاوله لحشر الجيش الوطني في الصراعات السياسيه تعتبر خيانه للوطن، لان ثم توازنات دقيقه في تونس ان ارباكها تدخل تونس في حرب اهليه لا متناهيه، وانه الجيش لا يمكن ان يمسك السلطه في تونس ابدا ابدا ابدا. علاش؟ لانه هو بطبيعته جيش حرفي يخدم حسب معايير دوليه، عنده مهام محدده، ومش من مهامه الدخول في السياسه وافتكاك السلطه. وهو هنا اذا دخل في هذا لا قدر الله، واحنا متاكدين انه ما يدخلش، فانه يفقد كل شرعيه، وان البلاد تدخل في كل الاحتمالات. وهذا ما لا نرضاه، وما لا يرضاه قياده العسكر، وما لا يرضاه كل وطني شريف. وهذا يبين مرة أخرى أنهم التجمعيين خطر على البلاد، وندعي الحكومة الفاشلة هي أن تأخذ إجراءات اليوم قبل الغدوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.